محمد هاني زعلان ومستاء وشايف إن في حملة معمولة ضده غرضها تشويه صورته، وشايف إن هو ما عملش حاجة تستدعي كل اللي حصل ده، وإن كل اللي حصل تحامل من الحكم محمد معروف عليه. كمان مصدر مقرب من اللاعب محمد هاني شاف إن الحكم كان متوتر وعصبي طول اللقاء لدرجة إنه يدي بطاقة صفرا لحارس فاركو لمجرد إن هو كان بيسأله سؤال. وكمان بيكمل كلامه بيقول إن الكابتن محمد معروف ادى الهاني انذار عشان ماشي جنبه، وقال له إن حصل منك أي حاجة تاني هتاخد الكارت التاني وتطرد. وبيرد على السؤال إذا كان محمد سب الحكم ولجنة الحكام، وبيقول هاني بعد ما اتطرد ساب الملعب وخرج على طول وما عملش أي ردة فعل زي ما ظهرت الكاميرات وبانت على الشاشة قدامنا. وكمان بيقول إن مفيش حد عنده دليل وإثبات إن محمد هاني سب الحكم ولجنة الحكام، وخاصة إن هما ما تقابلوش بعد الماتش. أنا شايف إن الموضوع حصل فيه ضجة على الفاضي وما كانش يستاهل كل اللي حصل ده. اكتب لنا أنت كمان في كومنت مين الغلطان، الحكم ولا اللاعب؟ ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.